يعود مثل اليوم إلى أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد في مصر الفرعونية القديمة. وقد تطور استخدام المثل على مدار حكم الأسر الفرعونية واختلف من فترة لأخرى. يقال إنه ظهر لأول مرة في حكم الأسرة 13 تحديداً النصف الثاني من هذا العصر، والذي عرف بعصر الانحطاط والإضمحلال، يعني انحطاط الإدارة واضمحلال النفوذ السياسي. وكان الحكام في هذه الفترة يظلمون الطبقة العامة من الشعب، وولاة المدن والقرى يرهقون الشعب بالضرائب، فتوجه الشعب في ذلك الوقت إلى الكهنة للشكوى من ظلم الحكام. ففكر الكهنة في طريقة تساعد لتلبية طلبات الشعب، وابتكروا طريقة كانت فريدة من نوعها في ذلك الوقت، وهي إنهم ينحتوا الأواني الفخارية على شكل الحكام الطغاة، ويكتبون على ظهرها بعض اللعنات والتعاويذ باللون الأحمر، ويبيعونها للناس في الأسواق، ويطلبون منهم ملئها بالماء وكسرها، اعتقادا منهم بذلك أن التكسير الرمزي يعني سوف يكسر عزائم الطغاة ويقصف أعمارهم. وبالفعل بدأ الناس في فعل ذلك، ووصل الأمر إلى أن الملوك نفسهم مارسوا ذلك الفعل ضد برضو أعدائهم الذين يريدون الخلاص منهم. وظل هذا الفعل يمارس في مصر القديمة لوقت طويل جدا، ومع تعاقب الأسر ووصولا للأسرة 18 خاصة في عهد الفرعون المصري أمنحتب الثالث، وجد على جدار أحد معابده رسم له وهو يكسر مجموعة من القلل خلفه جيش الأعداء الذي كان يفر من مصر، بمعنى أنه لا يريد رؤيتهم ثانية على الحدود المصرية. وبقى المثل، ولكن تغير المراد، فبمرور الزمن تغير المقصود من هذا الفعل، وأصبح كسر القلل عادة جنائزية، حيث ظهر معتقد جديد في حياة المصري القديم، حيث كانوا يعتقدون أن الكا لا تعود مرة أخرى إلى منزل المتوفي ولا تؤذي الموجودين بالمنزل إذا تم كسر القلل، والكا تعني الروح. وكانوا المصريين القدماء يستخدمون اللون الأحمر لكتابة التعاويذ على القلل أو الأواني الفخارية، وذلك لاعتباره من الألوان الشريرة والهلكة لارتباطه بالقتل والدم. ولم يقتصر الأمر على القدماء المصريين، بل امتد إلى العصر اليوناني والروماني، ولكن بطريقة مختلفة قليلا، حيث إنهم كانوا يحضرون الأواني الفخارية في الجنازات ويأكلون فيها بعد الجنازة، ثم يبدأوا في كسرها خلف جثمان الفقيد. وانتقلت أيضا عادة كسر القلل إلى العديد من البلدان العربية، وتترك الأواني المكسورة، الأواني الفخارية المكسورة بتترك خلفها شقف، وتعني قطع من الفخار بعد كسرها. من هنا جاء تسمية مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية. وأصبح يستخدم المثل الآن للتعبير عن فرحة الشخص بالانتهاء من شخص آخر غير مرغوب فيه، وفي لحظة خروجه نقول اكسر وراه كله، متمنيين عدم عودته مرة أخرى.